إلى المخابرات المغربية وإلى النظام المغربي ككل، بما فيها طبعا على رأس الملك المغربي. خلينا نقول لهم شيء. في هذه الأيام الأخيرة خاصة شهدنا هجمة ذبابية أحيانا بالصور، يعني يجيبوا لك واحد شيخ دين، واحد مانيش عارف علماني، واحد تيك توكر، واحد فيسبوكر، جريدة هنا، مجلة هناك، ويتحدثون عن ما يسموه الصحراء الشرقية. إذا كانكم تتابعوا في الفيسبوك الآن يا ناس، فيه أصوات مغربية راهي بقوة تتكلم على ما يسمى بالصحراء الشرقية، راهم يتكلموا قال لك خلاص الصحراء الغربية راهي في الجيب، أن نتكلموا على تندوف وبشار. الجزائر بطولها بعرضها خلقت سنة 1962 ما كانش موجودة. الجزائر سنة 1830 كانت عبارة على قبائل متناحرة متناطحة لا تجمعها لا لغة ولا دين ولا قرابة. الأراضي من معسكر. الأصدقاء ديالنا السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم وقناتنا على اليوتيوب شنو واقع. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال ديالكم. أصدقاء ديالنا إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب ما تنساوش تدخلوا وتشتركوا بالقناة، وكذلك تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على داك لايك باش تكونوا من الأوائل اللي كيوصلهم كل جديد ديالنا. وما تنساوش كذلك أخوتي تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. وكذلك أخوتي ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم الزوينة أسفل الفيديو باش تشجعونا ونستمروا بنشر المزيد من المقاطع. أصدقاء ديالنا بلا ما نطول عليكم، اليوم صراحة جبنا لكم فيديو يستحق الدعم والمشاركة. نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو بعد النهاية ديالو. النظام الجزائري متخوف من فتح المغرب ملف الصحراء الشرقية التي احتلتها فرنسا وسلمتها إلى مقاطعتها الفرنسية آنذاك، أو ما كان يسمى بالجزائر الفرنسية. هذه المناطق اللي في الصحراء الشرقية هي تلمسان، بشار، القنادسة، تندوف، هي مناطق شاسعة كانت تحت السيادة المغربية قبل دخول الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر وصناعة ما يسمى بالجزائر الفرنسية. ودابا حاليا الإعلام الجزائري يتكلم على قضية الصحراء الشرقية بعدما طوى المغرب ملف قضية الصحراء الغربية المغربية. الآن إخوتي أخواتي على الجميع أن يعترف، على الجميع في الجزائر أن يعرف أن ما ضاع حق وراءه طالب. هذه هي سنة الحياة، الحق يعود إلى صاحبه مهما طال الزمن. بهذه المناسبة نهنئ شباب منتخب المغربي الذين ربحوا ناو كاليدونيا ب 16-0 و 16-0 كيف نديروا. بيس لكم الإخوان، تحياتي. يوافقوني الرأي ويقولوا لي تحدث باسمنا. في هذه الأيام الأخيرة خاصة شهدنا هجمة ذبابية أحيانا بالصور، يعني يجيبوا لك واحد شيخ دين، واحد مانيش عارف علماني، واحد تيك توكر، واحد فيسبوكر، جريدة هنا، مجلة هناك، ويتحدثون عن ما يسموه الصحراء الشرقية. وأنا أقول من هنا، وهذا يعني حديث سريع مش قد أتوسع فيه إن شاء الله في لايف من اللايفات، لكن فقط الآن أختتم بحديثي. أقول لملك المغرب وللنظام المغربي بكل أجهزته: قد تدفعون أحرار الجزائر حقيقيين، احنا عارفين كاين بعض المزيفين وكاين حتى اللي راه معاكم يعني عملاء لديكم، وكنا ذكرنا بعضهم. قد تدفعون أحرار الجزائر وأنا واحد منهم إلى أن يتخذوا قرار خطير بالغ الخطورة، وهو أن يوقفوا أو يجمدوا لحين، يجمدوا لوقت الصراع مع المافيا العسكرية، مع المخابرات الإرهابية، مع تبو المزور وشنقريحة المجرم، لأنكم تبالغون في استفزازنا باسم الصحراء الشرقية. تعتبر الحدود بين المغرب والجزائر من أهم الملفات الخلافية ونقطة أساسية في الصراع بين طرفين، وبين الحين والآخر تطفو مشكلة على السطح تشعل حرب التعليقات على وسائل التواصل. هذه المرة أغضبت مجلة ماروك إبدو المغربية الجزائريين بنشرها هذه الخريطة للمغرب. هذه الخريطة على ما يبدو حسب رؤية الجريدة أو المجلة تضم مناطق كبيرة من جنوبي غربي الجزائر، ويقول عنوان: المشكلة الحقيقية هي هنا بين الطرفين، هي ما يسميها المغاربة بالصحراء الشرقية. دعوني أشرح لكم مسألة أكثر على هذه الخريطة
على نفس الخريطة التي نشرتها المجلة والتي كتبت بالعنوان أن الصحراء الشرقية هي محور الخلاف المغربي الجزائري. المغاربة يقولون أن فرنسا هي التي اقتطعت هذه المناطق مثل تندوف، إدرار وبشار وأعطتها للجزائر بعد الاستقلال، وأن الجزائر تثير دائما مسألة الصحراء الغربية للتغطية على مسألة الصحراء الشرقية على حد قولهم. هذه الخريطة هي الخريطة الحالية بين البلدين رسمتها فرنسا بعد استقلال الجزائر عام 1962. بعد الاستقلال بسنة اندلعت حرب تسمى حرب الرمال بين الطرفين، ليتم بعدها عام 1972 توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بينهما ترسم بملامحها الحالية. يقول المغاربة أن ما يسمونها بالصحراء الشرقية غنية بالنفط والغاز والحديد ومن حقهم الاستفادة منها. يستدل بعض المغاربة مثلا في ذلك بحقهم في الصحراء الشرقية بالمراجع الفرنسية القديمة التي كانت تسمي الصحراء الشرقية والغربية والمغرب وحتى موريتانيا بالصحراء المغربية الكبرى، لذا يرغبون في استعادة الحدود الجنوبية حتى ربما هنا في هذه المنطقة نهر السنغال. الرد الجزائري جاء عبر مقال تنديدي نشرته وكالة الأنباء الرسمية. جاء في المقال: أوعز المخزن لبعض وسائل إعلامه المقربة من القصر الملكي نشر ملف دعائي يفتقد لأي احترافية إعلامية، يعكس الأطماع التوسعية المغربية، ضمت من خلاله أجزاء من التراب الجزائري المسقي بدماء آلاف الشهداء. بالتأكيد لم تكن هذه الخرجة اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية بهيجة سيمو حول نفس الموضوع. بهيجة سيمو هذه السيدة كانت قد قالت الشهر الماضي في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الصحراء الشرقية هي أرض مغربية بحسب وصفها. وحينما أقول الصحراء أعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا. هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهو رصيد جد هام حصلنا عليه من رصيد المعزوزي الذي كان متكلفا بهذا الأمر. هنالك ومن بعد الدول أخرى أيضا شهد شاهد من أهلها، وهنالك بعض الرسوم للحدود، وهنالك الاتفاقيات، وهنالك الرسائل المتبادلة منذ العصر الوسيط إلى اليوم على قضية الصحراء. قضية الصحراء مغربية من خلال وثائقنا. إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان الجزائري قال إن بلاده دفعت ثمنا باهظا من أجل الحدود وأن الجيش جاهز للردع. كلام قرأ فيه البعض أنه رد على مجلة ماروك إبدو وعلى بهيجة سيمو. نستمع. في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي والقاري والدولي لاستئتاب السلم وإنعاش التنمية وبعث الأمل، يحاول النظام المخزني كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية. ومن هذا المنبر نقول له بأن الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم. لم يصدر حتى الآن أي رد من المجلة أو جهة رسمية مغربية، لكن على وسائل التواصل كان الجدل حاميا، ولكم أن تتخيلوا هذه بعض من التعليقات. رشيدة: المغرب لديه أجندة يمشي على خطاها، انتهى من الصحراء الغربية والآن جاء دور الصحراء الشرقية بحسب رشيدة. أما مدحي: منطقة غنية بالثروات والمعادن خسرها المغرب بسبب الخونة والاستعمار الفرنسي. أما بوعمامة: نصف قرن بحسب رأيه، والجزائر تناور وتحتال وتخلق المشاكل، تطالب بالصحراء المغربية، وكل هذا لتلهي المغرب بحسب كلامه. طبعا يطالب بالصحراء المغربية ولكن عمليا وفعليا هي الصحراء الغربية. تطالب بالصحراء المغربية بحسب وصف بوعمامة، وكل هذا لتلهي المغرب عن مطالبه المشروعة في الصحراء الشرقية التي اقتطعتها فرنسا الاستعمارية وألحقتها بالجزائر الفرنسية. أما سمير: من المفروض
الرد على المجلة يكون من طرف السلطات المغربية، وما دام سكتوا معناها راكم موافقين، ولهذا اللي ينجم يسترجعهم يتفضل. ينجم يعني. الاصدقاء ديالنا كما كتشوفوا وصلنا النهايه ديال الفيديو. نتمنى ان هذا المقطع يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساوش كذلك تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل لجميع المغاربه بجميع انحاء العالم. وكذلك اخوتي الا كنتو مازال ما اشتركتوش بالقناه، المرجو تدخلوا وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على داك لايك باش تكونوا من الاوائل اللي كيوصلهم كل جديد ديالنا. وكذلك ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم اسفل الفيديو باش تشجعونا بنشر المزيد من الفيديوهات. خوتي كما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديال هذا اليوم. نتمنى ان هذا المقطع يكون نال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ما تنساوش كذلك تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. نخليكم ونتلاقاو مع فيديو اخر ان شاء الله.